يروح يرفع قضيه في محكمه العدل الدوليه في لاهاي، يقول لهم على فكره مصر برضو مصرين انه ما اتعزلش، يا محكمه العدل الدوليه يا اللي في لاهاي رجعوا لنا مرتضى منصور عشان مصر ما فيهاش حد ينفع يبقى رئيس نادي الزمالك. ليه؟ ما اعرفش، يعني زي ما انا ما عرفتش المره الاولى والثانيه والثالثه. المهم ايضا اليوم برضو فوجئنا بتصريحات كده من مصدر مسؤول من الوزاره بيقول لك ايه، احنا قلنا، طب ما انتوا قلتوا المره اللي فاتت، ما احنا قلنا المجلس الاداره بقى النهارده عينوا حد يبقى قائم باعمال رئيس النادي ونائب رئيس النادي. طب ما انتوا قلتوا المره اللي فاتت، فرقت المره دي على المره اللي فاتت. ما هو الفرق؟ انا عايز اسال سؤال، انتوا عايزين العدل ولا شبه العدل؟ اصله في عدل وفي شبه العدل. الدول اللي بتتقدم بتستخدم العدل، شبه العدل ده ما بيخليكش تتقدم خالص. انتوا عايزين ننفيذ العزل يعني تعمل ايه يعني؟ ما هو قاعد في النادي بس بيحكم وينهي وبيمضي عقود لعيبه وبكل عادي جدا، مفيش اي حاجه. ده نوع من انواع زي ما حضرتك سميته كده التحايل على القانون ورئيس لجنه الاشتراك. ايوه، مين في البلد يمنع التحايل على القانون يا متر؟ لا، هو خد بال حضرتك في نقطه الانتخابات دي مساله شائكه، لانه لا يجوز انه قولا واحدا ما ينفعش يدخل الانتخابات التكميليه. انا دي انتخابات تكميليه عملتها بموجب هذا الحكم، فيدخل الراجل اللي اتعزل على نفس الكرسي، يبقى احنا عملنا الدعوه ليه والقضاء ليه والمحكمه ليه؟ لا، ده كلام مش مظبوط. انا بقوله لك وبقول لحضرتك ده اللي هيحصل. هذه الانتخابات التكميليه مستحيل مستحيل، لانه ده امر غالي. وبعدين الناس اللي بتتكلم بانه من حقه، لا، خليني اقول لحضرتك انه في لجنه قضائيه المنوط بها الاشراف على هذه الانتخابات وهتعمل شروط. يا عم ممدوح، انت بالبنط العريض كده تكتب على البوستر منع مرتضى منصور من الترشح لرئاسه نادي الزمالك في الانتخابات التكميليه القادمه.